اليوم رح احكي لكم قصة ولد من يكتشف انه يقدر بس يتخيل اماكن مختلفة، فجأة ينقل نفسه الها فيقرر يسوي شغلات تخبل، بس بهالطريق يواجه تحديات غريبة وعجيبة. فخلوكم ويانا للنهاية. اهلا بكم بقناة سالفة فيلم، واليوم راح نحكي عن قصة فيلم جامبر. بداية القصة تكون بمدينة صغيرة، نشوف ولد شاب اسمه ديفيد، ومن كان عمره 5 سنين امه تركته، وهسه عايش ويا ابوه ويل اللي معاملته زفت. ديفيد كل هم ما يخلص من اخلاق ابوه تعبانة، والطريقة الوحيدة عنده هي المدرسة، بس بالمدرسة ما عنده اصدقاء هواي، ومع هذا هو يحب وحدة من زملائه اسمها ميلي. بعدها فد يوم ديفيد يشجع نفسه ويهدي ميلي كرة رمزية ثلجية بها برج ايفل، لأن يدري ميلي عاشقة السفر. بنفس اللحظة فالشلي بيخرب فرحتهم. المتنمر مال المدرسة ياخذ من عندهم الكرة ويرميها على النهر المتجمد. باختصار ديفيد المسكين بالرغم من معارضة ميلي يروح على النهر حتى يرجع الكرة، بس فجأة الثلج تحت رجله ينكسر وديفيد يطيح بالماي. يحاول يطلع نفسه من الماي بس مع الأسف ما يقدر، بس فجأة يظهر بوسط مكتبة عامة، وهالموضوع يخلي ديفيد يتوتر هواي. بعد كم ساعة بما انه صار الليل ديفيد يرجع للبيت، بس بمجرد ما يوصل ابوه يصرخ عليه لان يوصل متاخر للبيت، وبعدها ديفيد يروح لغرفته ويقفل الباب. بهاللحظة ابوه يروح وراه بعصبية، وفجأة ديفيد يختفي بالغلط ويظهر مرة ثانية بوسط المكتبة نفسها. وهنا ديفيد لما يشوف ابواب المكتبة مسكرة يفهم انه يمكن عنده قوة خارقة، ويبلش يفكر ويركز على غرفته، وبعدها فجأة يطلع بغرفته. بعد هالحادث ديفيد يفكر انه وصل هالوقت اللي لازم يشرد من ابوه ويرتاح منه واسلوبه تعبان، وياخذ فلوس من غرفة ابوه. بس قبل لا يمشي يحط كرة ثلجية قدام بيت ميلي حتى تعرف انه ديفيد بعد عايش. باختصار بعد ما يمشي يروح ديفيد على فندق ويبدأ يشتغل على قدراته ويظهر نفسه بأماكن مختلفة. بعدين يقرر انه بس ينظر لصورة المكان يروح لها ويبدأ يتمرن على هالشيء، ونشوفه انه يقدر يسوي هالشيء بشكل ممتاز. بعد ايام يروح على بنوك مدينة نيويورك، وقبل لا يروح الحمام يطالع الخزنة الكبيرة مات البنك، وبعدها من خلال الحمام يدخل للخزنة ويطلع اكياس من الفلوس. اليوم اللي بعده لما البنك يكتشف هالسرقة يخبر الشرطة، وهنا يجي رجل قوي اسمر اسمه رولاند لانه يشتغل ويا وكالة الامن الامريكي حتى يحقق بالسرقة، فيخمن انه السرقة قام بها فد جامبر. بس لحظة لا تنسى اشترك بالقناة وخلي لايك علشان يوصل كل شيء جديد. بعد الفيلم ياخذنا 8 سنين قدام، وهنا نشوف انه ديفيد صار ولد غني ويعيش ببنت هاوس فخم في نيويورك. بشكل عام ديفيد بجانب حياته الفخمة علق على حيطان بيته صور الاماكن السياحية، حتى كل ما يحب يشوف مكان يقدر ينتقل له فورا. ونشوفه بهاللحظة طلع فوق برج الساعة في لندن. بعدين يروح على بار هناك. لما ديفيد يستخدم قدراته حتى يشوف له فد بت، يلاحظ جامبر ثاني اسمه جريفين قدرات ديفيد، بس ديفيد بدون ما يلاحظ جريفين ياخذ البت حتى يستخرج منها نفط. بنفس الوقت على جانب ثاني نشوف انه رولاند قدر يمسك جامبر بجهاز خاص ومتصله بعدة اسلاك كهرباء حتى لا يشرد، وبعدين يقضي عليه، لان رولاند بالحقيقة جزء من طائفة دينية تؤمن انه الجامبر مضرين للمجتمع ولازم ينقرضون. بنفس اللحظة توصل له معلومات عن سرقة البنك، ولما ديفيد يرجع بنفس الليل لبنت هاوسه فجأة يشوف انه رولاند جوا بيته، ولما ديفيد ما يلتفت له رولاند يهجم عليه، وهنا قدرته على القفز تتوقف مؤقتا. شوية بعد يصير بينهم صراع، وهنا ديفيد يفهم انه هالرجال الاسود فعلا شخص خطير. يروح ديفيد على غرفة الفلوس، وبعد ما ياخذ وحدة من الاكياس يختفي من المكان. رولاند بعدها يعطي اوامر لكل رجاله يكونون جاهزين وعلى حذر، ويلقي صورة قديمية لميلي، وهو يعرف بالنهاية انه ديفيد راح يظهر بواحد من هذا المكانات اللي معلق صورهن على الحيطان. اليوم اللي بعده ديفيد بعد ما يلاقي ميلي اللي نشوفها تشتغل بكوفي يراقبها من بعيد، بس لما يقرر يمشي الولد المتنمر مال المدرسة مارك يوقفه ويقول له انا اعرفك، انت نفس الولد ديفيد اللي قبل كم سنة مات بالنهر. بنفس الوقت ميلي تجي لهناك، وبعد ما تعرف ديفيد تقول له انا من البداية تعرفك. وهناك ديفيد يتصرف مع ميلي بشكل لطيف. مارك يحس بالضغط ويحاول يضربهم، بس ديفيد يتعارك وياه، ولما يفهم انه قوته هزت اكثر منه ياخذه ورا حائط وياخذه داخل خزانة البنك اللي قبل كم سنة خلاها وخذ منها فلوس. بعدها يرجع عند ميلي ويقولها مارك خاف وشرد. بعدها ميلي تقول له ديفيد بعد هالوقت اللي فات خلاني انسى فكرة السفر حول العالم لاني مضطرة اشتغل بسبب قلة الفلوس. بس فجأة ديفيد يقول لها هسه انا غني واريدش ترحين وياي لايطاليا حتى نتونس هناك، وميلي توافق. بنفس الوقت جريفين يسمع صوتهم. من الجهة الثانية الشرطة بعد ما يمسكون مارك داخل خزانة البنك يخبرون رولاند، وهو يجي ويفهم انه ديفيد يحب نفس البت اللي لقى صورتها بغرفته، فيبدأ يحقق عن ميلي ويفهم انها اليوم قامت وراحت ويا رجل لايطاليا العاصمة روم. من الجهة الثانية لما يوصلون ديفيد وميلي لايطاليا يروحون على فندق ويرتاحون شوية، وبعدها يروحون لمكان قديم بالمدينة، بس بما انه وصلوا متأخرين يضطرون يدخلون المكان بصنته. شوية بعيد عن عين ميلي ديفيد يقابل جريفين، ولما يفهم انه عنده نفس قدرة القفز يستغرب. هنا جريفين يقول له بسبب مغامراتك جذبت انتباه عدونا وراح يجون يلزموننا. بنفس اللحظة بعض رجال رولاند يظهرون بالمكان ويهجمون عليهم، بس يبدو ان جريفين عنده خبرة اكثر بالقتال وياهم فيضرب بعضهم بقوة ويساعد
تساعد ديفيد يطلع ميلي من هناك، وبس يطلع من المكان ديفيد ينقبض عليه من قبل الشرطة. بعد كم ساعة بالمركز فجأة تجي مرة اسمها ماري تشتغل غاضية هناك، وهنا نكتشف انها ام ديفيد، وبدون ما تشرح له شيء تساعده يشرد من المكان. بس باللحظة الأخيرة تقول له انه لازم يختفي لأن البالدين الناس الدينيين يدورون عليه، وهم نفس الأشخاص اللي يشتغلون تحت نظر رولاند. بعد هالحادث ديفيد ينقل نفسه لغرفة الانتظار بالشرطة قدام ميلي ويقول لها الشرطة تركتني، بس ميلي ما تصدق كلامه بهالبساطة. باختصار ديفيد ياخذ ميلي للمطار ويقول لها علاقتنا انتهت واريدك تسافرين لوحدك وترجعين الميشيغان، وميلي المسكينة بحالة تعبانة تروح. بعدين ديفيد يروح لمخبأ جريفين، وهناك يسمع من جريفين انه البالدين يدورون على قتل الجامبرز، ولدرجة انهم حتى مستعدين يقتلون عوائلهم واحبائهم. ولهذا السبب جريفين يقول له انا صار لي 10 سنين ابحث عن قتل رولاند. هنا ديفيد بعد ما يسمع كلام جريفين يغلق على ابوه الغبي، بس مرتاح على ميلي لانها بعد 10 ساعات راح تسافر الميشيغان. اخيرا ديفيد يرجع للبيت، وبس يوصل يشوف ابوه طايح على الارض وميت، وعشان هيك نغله فورا للمستشفى. بس للاسف فات الاوان لان رولاند تسبب بموت ابوه. بعدين ديفيد يرجع بسرعه عند جريفين حتى يحصل على معلومات عن طريقه قتل رولاند، بس جريفين يقول له هالشيء مو سهل وما لازم تتصرف بسرعه. بهالوقت يقررون يتحدون سوا، بس لما يروحون لمطار ميشيغان يكتشفون انه ميلي وصلت قبل ساعه، وعشان هيك ديفيد يروح للكوفي اللي تشتغل بيها، بس هناك وحده تقول له ميلي مو هنا، وقبل شوي اجى رجال اسود يسال عنها. بعدين ديفيد فورا ينقل نفسه لشقه ميلي ويلقاها هناك، بس بنفس اللحظه رولاند ورجاله يوصلون لهناك، وديفيد فورا ينقل ميلي لمخبأ جريفين. وهناك جريفين بعد ما يفهم الموضوع يغضب على ديفيد ويقول له رولاند عنده جهاز ويقدر يفتهم مسير الانتقال لهنا وراح يجي ورانا. بنفس اللحظه بينما ميلي برا المخبأ ديفيد وجريفين يختبون بزاويه حتى يمسكون رولاند على غفله. باختصار بعد ما يوصل رولاند هناك وتبدي المواجهه يمسك ديفيد باسلاك كهربائيه، بس لما يحاول ينهي عليه جريفين يوقفه بسلاح ناري ويبدي يصير بينهم صراع، وبعدها تجي ميلي وتفك الاسلاك الموصوله بديفيد. بنفس اللحظه رولاند قبل ما يتسكر المسير يمسك ميلي وياخذها لبيته ويحتجزها هناك. جريفين يقول له انا حطيت قنبله ببيته اثناء الصراع ومعها التحكم عن بعد اقدر افجر المكان، بس ديفيد حتى ميلي ما تنقتل ياخذ التحكم من عنده. وبعد صراع في اماكن مختلفه حول العالم ويا جريفين ديفيد ينجح يهزمه في ميدان المعركه ويرجع لشقه ميلي. بعدها ديفيد لما يشوف ميلي يروح لها، بس رولاند ورجاله يمسكونه بالاسلاك وهو يستخدم قدراته وينقل المبنى كله للنهر. وهنا بينما ديفيد فاقد الوعي ميلي تروح له وتقبله، وبعدها كلهم يختفون ويظهرون سوا بالمكتبه. وبعدين ديفيد ينقل رولاند الى قار وبوسط صحراء ويقول له انا ماني شرير لان اقدر اقتلك بس راح اتركك هنا. بنهايه القصه نشوف ديفيد بعد ما يلتقي بامه يفهم انها كانت وحده من البالدين، وهي تقول له لما كان عمرك 5 سنين وفهمت قدراتك اضطريت اتركك حتى ما تصير لك مشكله، بس انا بعدني احبك. بعدها ديفيد بعد ما يحضن امه يروح مع ميلي لمكان دافي وناعم. وخلاص وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسى تشترك بالقناه وتخلي لايك، وقولوا لي بالله لو كنتوا بمكان ديفيد شنو راح تسوون بقدراتكم. وشكرا لانكم وصلتوا وياي لنهايه الفيديو، واعتذر على الصوت اذا ما هو تمام اليوم لان حالتي اليوم مو زينه، وشكرا مره اخرى.